يوم عاشوراء، إيش يعني هذا اليوم العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الذي حدث في هذا اليوم بالتحديد؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من الشهر المحرم. في هذا اليوم بالتحديد نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه من فرعون وجنوده. في هذا اليوم أغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في البحر، فنجى الله سبحانه وتعالى موسى، فصام النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم شكر الله سبحانه وتعالى وأمرنا بصيامه. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اليهود أيضا صاموا هذا اليوم، لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود صاموا هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق من اليهود، لأن أحيان الله عز وجل السنة القادمة لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. من السنة أن تصوم يوم قبل العاشوراء، يعني 9 أو 11، مخالفة لليهود. انتبه، لا تفرط في هذا اليوم، صيامه يكفر معاصيك وذنوبك التي ارتكبتها في السنة الماضية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شاركوا المقطع مع غيركم حتى يستفاد، فالداعي على الخير كفاعله.